فأنا العبد لما يسير على من يسره الله، أنا لما أطلق باب الله، الله عز وجل سبحان الله لا عليه باب ولا. قال يا موسى لما قال له أنا عصيت ربي 20 سنة وأطعته 20 أخرى ثم أردت أن أعصي أو عصيت فهل يقبلني؟ أنا أطعت 20 وعصيت 20 وعايز أرجع بقى، عايز أتوب، ممكن؟ قال يا كريمي بلغ عبدنا وقل له عصيتنا أحببتنا فأحببناك، نعم، وأطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. على ما كان منك من 20 سنة المعصية نقبلك يا الله، نقبلك. ما أحلم الله سبحان الله العظيم. نعم. يعني من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. مرة ثانية أرجوك. يعني أهل ذكري أهل محبتي، نعم. أهل طاعتي أهل محبتي، أهل ذكري أهل مؤانستي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الحسنة عندي ب10 أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي وقد أعفو. هكذا هو الرحمن الرحيم. هذا هو لأنه هو يعلم ضعفنا، يعلم ذلنا، فاحنا ان شاء الله بس نتوب ونفتح الطريق، والله يفتح الطريق وييسر التوبه ان شاء الله يا رب. فاول منجيات من عذاب القبر ان